الطائرة ولحظة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة. وهنا نشاهد هذه الطائرة وهذه اشتعال النيران بعد تحطم الطائرة. فيما احتشد الناس في محاولة لفهم ما جرى. وهذه الصور المتوفرة من أحمد أباد للحظة تحطم الطائرة، وتظهر الصور الكثافة السكانية في المنطقة القريبة من مكان تحطم هذه الطائرة التي كان على متنها 242 راكبا على الأقل. ونقلا عن وزير الطيران الهندي: نحن في حالة تأهب قصوى وحشدنا فرق الإنقاذ. وبحسب هذه الصور التي نتابعها والتي تظهر اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان، يبدو بأن الطائرة قد اشتعلت في حادث مؤسف لم تظهر بعد ملابساته. ونحن بانتظار الأخبار التي تردنا تباعا حول هذه الحادثة ومزيد من التفاصيل. إذن وكما ذكرنا وزير الطيران الهندي يقول: إننا في حالة تأهب قصوى وحشدنا فرق الإنقاذ. عمليات البحث عن ناجين ومحاولات إنقاذ الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة، وعددهم بحسب الشرطة الهندية 242 راكبا على الأقل. إذن نذكر بالأخبار الواردة تباعا حول هذا الحادث، حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية